عمره ما كان مجرد مؤرخ عادي. ابن خلدون هو العبقري اللي فك شفرة البشر قبل 600 سنة. أهلا بيك في عالم مؤسس علم الاجتماع اللي تنبأ بسقوط الدول قبل ما تحصل. في كتابه المقدمة حط نظرية العصبية. قال إن الدول زي الكائن الحي، بتبدأ قوية باتحاد أهلها، وبعدين بتدخل مرحلة الرفاهية والكسل، وفي الآخر بتنهار عشان تيجي دولة تانية مكانها. دورة حياة ما بيوقفهاش حد. وصلت قوته لدرجة إن السفاح تيمور لانك لما حاصر دمشق طلب يقابل ابن خلدون بالاسم. ابن خلدون نزل من أسوار المدينة بالحبال وقعد مع تيمور لانك في خيمته، وقدر بذكائه يحمي نفسه وعلمه من بطش القائد المغولي. ابن خلدون علمنا إن التاريخ مش حكاوي قبل النوم، ده قوانين صارمة. لو فهمناها هنفهم المستقبل. لو وصلت لهنا فأنت بطل. تابع ريو عشان كل يوم بنغوص في عقل أسطورة غيرت شكل العالم. سؤالنا ليكم، تفتكروا هل نظرية ابن خلدون عن انهيار الدول لسه بتنطبق على عالمنا النهاردة؟ مستني أشوف فلسفتكم في التعليقات. سلام يا عباقرة.